السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون عن مصانع الشيبسي. مصانع الشيبسي العملاقة ازاي بتتصنع وبتوصل لنا في الأكياس زي ما انتوا بتاكلوها كده. زي ما انتوا شايفين أول كده هما طبعا بيجيبوا أطنان من البطاطس ويبدأوا يغسلوها ويطلعوا منها الطين والقرف والكلام ده. زي ما انتوا شايفين كده بتمشي على السير وتتغسل مرة واتنين وتلاتة وتتعقم وتبدأ كده زي ما انتوا شايفين تمشي في السير. يبدأ بقى يطلعوا منها البايظ. طبعا مش هو يطلعوا منها البايظ عشان هي بنسبة 90% منها كلها بايظة. لو انت هتشوف برضه على خط الإنتاج وهي ماشية بص بتصمع، بص أسمر وكلها سمرا، مفيش بقى السمعة دي هتفتح عليها النفس. يبدأ كده بتمشي على خط السير والناس بتشوف زي ما انتم شايفين كده البطاطس اللي هي تعبانة أوي أوي يعني ياخدوها بيرموها. لو فيها رمق شوية وفيها عمر تمشي بيقوموا قاسمينها اتنين واخدين النص السليم زي ما انتم شايفين كده. نص السليم ياخدوا السليم ويرموا البايظ، هكذا بيتسمع برضه في حاجات تانية. تبدأ ترجع تاني تتغسل كده تبدأ تمشي في السير كده زي ما انتم شايفين. تبدأ تتجفف وتخش على عملية التقشير. تبدأ بيسموها كده زي حاجة كده كبيرة مدورة زي ما انتم شايفين كده اسمها المقشرة. تخش تتقشر، سبحان الله تلاقي البطاطس بتتقشر وتطلع منها كده متقشرة جاهزة كده. هي كده ماشية على السير اهي وداخلة كده، فتبدأ تبدأ تتقشر. يعني بعد ما اتقشرت كنت أول مرة أعرف أول ما تضرب السكينة في البطاطساية بعد ما تتقشر بتنتج مادة النشا. عشان كده لما تحطها في المية قبل ما تحمرها تلاقيها بيضة. كنت مفكر جوه ساخن، فلازم تتغسل مرة واتنين تاني وتبدأ تخش في الزيت. طبعا مش هنتكلم عن الزيت وأضراره، إن شاء الله هحاول أعمل لكم حاجة عن أضرار الشيبسي والبلاوي دي. انتوا شايفين بتطلع بعد ما كده تتغسل وتبدأ تخش في الزيت. بعد ما تخش في الزيت بقى وتمشي على السير زي ما شايفين كده تتاكل عادي، بس هي كده لسه سخنة. تبدأ تخش على سير تاني تتجفف فيه كده عشان تمسك اللون بتاعها والطبع بتاعها وريحتها. هنا تبدأ تمشي في السير، هيبدأوا بقى هم يختبروها. بتنزل واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين كده. هتبدأ بقى هم يختبروها كده يشوفوا حتة سمرا في شبساية مش عارف كده يعني يشيلوا كلام من ده. دي عملية اختبار ليها برضه. كل ده بعد ما تطلع من السير والزيت كل ده عملية اختبار ليها. تفضل ماشية في اختبار قبل ما تخش لغاية السير لغاية الكيس بتاع البطاطساية بايظة وكلام من دوت. وعلى فكرة لما بيجوا يعبوها زي ما شايفين كده اهوت كده بطاطساية مش عارف مضروبة، بطاطساية حمرا سمرا. طبعا تلات أرباع كله يعني بالشفا. كده هتخش بقى كده على الأكياس. المكنة دي بالمناسبة اللي هي بتخش كده وتوجهها للبصاية اللي هي الضعيفة. البصاية اللي هي هتبقى ضعيفة ومش هتستحمل اوتوماتيك كده بتتكسر فبتنزل لوحدها. تبدأ تتعبى كده زي ما انتم شايفين في الأكياس. طبعا بالمناسبة الأكياس دي متعبية نيتروجين. النيتروجين ده بيعمل على اللي هو بيحافظ على على كيس الشيبسي، على الشيبسي من جوه يفضل طاسي. وده كل ما لدينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.